بيبدأ الفيلم ببنت اسمها نيكول بتاخد شاور، وبنشوف واحدة بتنادي عليها وبتقول لها سيبي شوية مية سخنة علشان باباكي لما يرجع يعرف ياخد شاور. وبنشوف باباها ستيف بيجري في الغابة وبيوصل البيت بسرعة وبياخد الجرايد قبل ما الكلب بتاعه يمسكها، وبيقعد يفكر وبيشوف بنته وهي رايحة المدرسة وبيكون مستغرب جدا من اللبس اللي هي لابساه، وبيقول لها ما تروحي مع مارجو صاحبتك تشتري فستان جديد بدل الفستان بتاع الأطفال اللي انت لابساه ده. ونيكول بتتعصب من رأيه في الفستان، فبيقول لها أنا أبوكي ولازم يكون عندي رأي في لبسك. ونيكول بتتعصب عليه وبتقول له انا رايحه المدرسه. وبيجي الطفل الصغير توبي يقعد جنبه وبيصفر للكلب، وستيف بياخد توبي عشان يوصله المدرسه. وبعدها بنشوف نيكول واقفه مع جيري صاحبها في المدرسه، ومارجو صاحبتها بتوصل المكان وبيخرجوا مع بعض هما التلاتة وبيخشوا البار عشان يحضروا حفله. ومارجو بتكون مركزه مع واحد اسمه لوجان بيلعب بلياردو، وبيجي واحد تاني اسمه ديفيد ونيكول بتركز معاه. وبعدها مارجو ونيكول بيخرجوا يقعدوا عندها في البيت، ومارجو بتقول لها تعالي نخرج النهارده مع بعض، ومامتها بتكون خارجه وبتقول لهم في اكل في التلاجة لو جعانين. وبعدها ستيف بيجي لنيكول علشان يوصلها البيت، فبتقول له هو انا ضروري اخرج معاكم النهارده؟ فبابا بيقول لها الحفله دي انت اول مره تحضريها. فبتقول له انت حضرت الحفله دي انت وماما قبل كده. فبيقول لها تعالي نخرج كلنا وهتبقى حفله جميله ونرجع ذكرياتنا الجميله ونقضي وقت مع بعض. وبعدها بيرجعوا البيت وستيف بتجيله مكالمة شغل مهمة، وبيقول لهم أنا مش هقدر أروح الحفلة وعندي طيارة لازم ألحقها. فمراته بتقول له إحنا كنا مخططين نروح الحفلة دي من أسبوع. فبيقول لها محدش عايز يروح الحفلة دي أكتر مني، بس هعمل إيه؟ ما عنديش حل تاني ولازم أروح أقابل عميل مهم. وبنته بتتضايق منه وبتخش أوضتها وبتكلم مارجو صاحبتها وبتقول لها أنا هاجي معاكي النهاردة، وبتروح الحفلة مع مارجو وبتكون فرحانة. ومارجو بتشوف لوجان اللي كان بيلعب بلياردو في البار، وبتقول لنيكول تعالي نروح نسلم عليه. فنيكول بتقول لها روحي انتي وانا هستناكي هنا. وفجأة بتلاقي ديفيد اللي كان مع لوجان واقف جنبها وبيسلم عليها وبيقول لها مش بترقصي معاهم ليه؟ ونيكول بتكون مكسوفة منه وبتقول له مش بحب الرقص. وفجأة بتحصل خناقة والحفلة بتبوظ وكله بيضرب في بعضه، وديفيد بياخد نيكول وبيقول لها تعالي نخرج من هنا بسرعة. وبيطلعوا فوق السطح وبتقول له هننزل ازاي؟ وبيلاقي سلم حديد فوق السطح وبينزل من عليه. ونيكول بتلاقي البوليس وصل وبتكون خايفة تنزل، وبتشوف مارجو وهي طالعة وبتقول لها نبقى نتقابل بعدين. وديفيد بيوصلها بالعربية وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، ولورا بتفضل قاعدة مستنية نيكول عشان لسه مرجعتش من البيت. ونيكول بتحكي لديفيد إنها كانت عايشة مع أمها الحقيقية في لوس أنجلوس، وإنها جت هنا من سنة عشان تعيش مع أبوها ومراته لورا. وديفيد بيقول لها إن أهله حصل بينهم مشاكل بس لسه عايشين مع بعض، وبيفضل يغزلها ويقول لها كلام جميل. وبتقول له أنا ما كنتش متوقعة أشوفك في المكان ده. وفي الآخر بتقول له أنا اتأخرت ولازم أمشي دلوقتي. وبعدها بترجع البيت ولورا بتتخانق معاها وبتقول لها أنا بقالي ساعتين قلقانة عليكي وافتكرت حصل لك حاجة. ونيكول بتقول لها الساعة بتاعتي اتعطلت وما كنتش اعرف اني اتأخرت. فلورا بتقول لها روحي اوضتك دلوقتي وبكره نتكلم في الموضوع ده، وكمان شيلي الميك اب ده مخليكي شبه بنات الليل. وتاني يوم ستيف بيوصل البيت وبيعرف اللي حصل من مراته وبيسأل بنته مين بقى الولد اللي اخرك كل ده. فبتقول له واحد اتعرفت عليه ووصلني بالعربية. فبيقول لها هو لو حد كويس ممكن اقابله واتعرف عليه. فبتقول له انا ما اعرفوش وممكن ما اشوفوش تاني اصلا. وفي الاخر بيعاقبها وبيقول لها هتطبخي لمده اسبوعين وهتنضفي الجنينه وكمان هتعتذري للورا على اللي حصل. فبتقول له انا مش هعتذر غير لما هي تعتذر الاول لانها قالت عليا اني من بنات الليل. وبعدها بيطلع يتكلم مع مراته وبيتخانقوا مع بعض، وبتقول له انت مدلع بنتك وهو ده اللي بوظها من الاول، وانا ما كنتش اقصد اللي قلته عليها امبارح. وبعدين كانت حاطه 2 كيلو ميك اب في وشها. وتاني يوم نيكول بتروح المدرسه وبتلاقي ديفيد مستنيها هناك، والبنات بيشوفوها وهي راكبه معاه العربيه وبيكونوا غيرانين منها. وبتروح معاه البار وبيعلمها ازاي تلعب بلياردو، وبيفضلوا مع بعض طول اليوم. وديفيد بيقول لها انا عايز اتعرف على اهلك. وفعلا بيروح يقابل ابوها وبيتعرف عليه، وبيلعب مع الكلب بتاع توبي وبيتعرف عليه. وستيف بيعرف ان ديفيد مش مع نيكول في المدرسه. وديفيد بيقول له انا احتمال اروح الجامعه في الخريف اللي جاي لان عندي طموح وعايز احققه. ولورا بتنادي على نيكول وبتقول لها ساعديني في زرع الشجر ده قبل ما تخرجي. فديفيد بيروح يتعرف عليها وبيقول لها انا ممكن اساعدك، وبياخد الشجر وبيروح يساعد لورا. وستيف بيدخل يخلص شغله من البيت، وديفيد بيدخل عليه وبيقول له هو الحمام فين. ومارجو بتخش المكتب وبتسلم على ديفيد، وستيف بيلاحظ ان مارجو بتحاول تغريه، وبيفضل هو وديفيد يبصوا لبعض. وديفيد بينادي على نيكول وبيقول لها يلا عشان نخرج. وابوها بيكون متضايق من طريقته وبيقول له خلي بالك نيكول اخرها في البيت الساعه 12، احنا ما عندناش بنات تتاخر وترجع الساعه 2 والكلام ده مفهوم. وديفيد بيأخر الساعه بتاعت ستيف وهو خارج من غير ما ستيف ياخد باله. وديفيد ونيكول بيروحوا الملاهي وبيركبوا مع بعض، وستيف بيتكلم في التليفون مع عميل وبيبص في الساعه وبيعرف ان في حد لعب في الساعه وان نيكول اتاخرت. وتاني يوم ستيف ولورا بيحضروا شنطهم عشان يسافروا، وستيف بيقول للاولاد خلي بالكم من نفسكم ومحدش يدخل
يدخل البيت وانا مش موجود. وبعد ما بيمشوا نيكول بتكلم ديفيد وبتقول له اهلي خرجوا كام يوم وانا دلوقتي قاعده في الاوضه لوحدي. فديفيد بيقول لها انا خارج مع اصحابي النهارده وممكن لما اخلص ابقى اعدي عليكي في اي وقت. ونيكول بتعرفه الرقم السري بتاع الباب وبتقول له تعالى في اي وقت. وديفيد بيوصل بالليل وبيفتح الباب وبيخش الاوضه بتاعتها وبيعمل معاها علاقه. وتاني يوم بتقابل جاري في المدرسه وبتقول له اللي حصل وبتقول له اوعى تقول لمارجو على اللي انا حكيتهولك. فجاري بيقول لها الموضوع عادي مش سر، وبعدين الامير بتاعك شكله اتاخر، هو مش جاي ولا ايه؟ وديفيد بيوصل المكان وبيلاقي جيري بيحضن نيكول فبيهجم على جيري وبيفضل يضرب فيه ونيكول بتصرخ وبيوقعها على الارض فبتزعق فيه وبتقول له ابعد عني ومش عايز اشوف وشك تاني. ولما بترجع البيت بتلاقي علامه سودة حوالين عينيها مكان ما ديفيد ضربها. ولورا بتدخل عليها وبتسالها ايه اللي حصل. فنيكول بتقول لها ان هي كانت في حصه الالعاب والكره جت في وشها وابوها بيلاحظ ان في حاجه في عينيها وهي خارجه. فلورا بتقول له ما تقلقش دي خبطه صغيره جت لها وهي بتلعب كوره. ونيكول بتقابل جيري وبتقول له انها مش عايزه تشوف ديفيد تاني. وديفيد بيوصل المدرسه وبيشوفهم مع بعض وبيسمعهم وهما بيتكلموا. ونيكول وهي مروحه بتفتح اللوكر بتاعها فبتلاقي رساله من ديفيد بيعتذر لها فيها وبيقول لها انه هيستناها في البار. وبنشوف ديفيد وهو قاعد في البار لوحده ونيكول مش بتيجي. واصحاب ديفيد بيروحوا بيت لوجان وبيكونوا سهرانين هناك. ولوجان بيقول لصاحبه نادي على ديفيد عشان نمشي. وديفيد بيكون نايم في الاوضه ومكتئب جدا وصاحبه بينادي عليه ولما بيلاقيه متعصب بيسيبه وبيخرج. وديفيد بيفضل يبص على الصور بتاعته هو ونيكول لما خرجوا مع بعض. وتاني يوم بيبعت هديه لبيت نيكول ولورا بتقول لها جالك هديه من معجب. ونيكول بتعرف انها من ديفيد وبتروح ترميها في الزباله. وبعدها لورا بتروح تتكلم معاها وبتعرف اللي حصل. وستيف بيسمعها وهي بتتكلم مع مراته وبيسال نيكول اذا كان الولد ده هو اللي عمل في عينك كده. فلورا بتقول له سيبني انت وانا هحل الموضوع. لكن ستيف بيتعصب وبيزعق لبنته. ونيكول بتقول له دي حاجه خاصه بيا وانا هعرف اتصرف فيها لوحدي وانا بقى ليا حياتي وانت مش من حقك تتدخل فيها. فبيقول لها انت عايشه في بيتي يعني تسمعي كلامي وبس، ولما تخرجي اكون عارف انت خارجه فين ومع مين بالظبط، ولو ما عجبنيش مش هتخرجي من البيت وهحبسك هنا. وبيقول لها الولد ده بيضحك عليكي. فبتقول له دي مشكلتي انا مش مشكلتك، وانا وهو اختلفنا وممكن نرجع لبعض تاني عادي. وابوه بيتضايق من كلامها وبيخرج يقعد بره. وتاني يوم نيكول بتقابل مارجو وبتحكي لها اللي حصل. فمارجو بتقول لها ساعات الولاد اللي زي ديفيد بيعملوا كده عشان بيغيروا. ونيكول بتقول لها ان هو ضربها من غير ما يقصد وان ابوها بيكرهه من ساعه ما قابله. وفجاه بيجي لوجان واصحابه ومارجو بتنط في الميه. ونيكول بتشوف ديفيد من بعيد وما بترضاش تكلمه وبتروح تركب العربيه عشان تمشي وبيروح وراها. وبيقول لها اسمعيني دقيقه واحده وهمشي على طول، وانا عارف انك مش عايزه تشوفيني تاني بعد اللي حصل، وانا مهما شرحتلك مش هتسامحيني على اللي عملته، بس انا مستعد اعمل اي حاجه عشان احميكي، وانا ما كنتش اعرف ان ده جيري وافتكرته واحد تاني، وكمان اتضايقت لما شفته بيحضنك هناك، وانا اسف على اللي حصل ومستعد اروح اعتذر له، وانا من حقي اخاف عليكي من اي حد عشان انا بحبك. وبعدها ستيف بيرجع البيت وبيلاقي ديفيد مع بنته في حمام السباحه، وكمان مراته قاعده معاهم بعد ما اتصالحوا، وبيقول لها ايه اللي بيحصل ده وايه اللي جاب الولد ده تاني هنا. فبتقول له ان الموضوع اتحل ورجعوا لبعض تاني. وديفيد بيبص له من بعيد وبيستفزه وهو بيحضن بنته. وبعدها ستيف بيروح الشغل وبيكلم مراته في التليفون وبيقول لها ان هو دور ورا ديفيد وعرف ان هو كان عايش في دار ايتام واتطرد منه لما كان عنده 18 سنه وما عندوش ولا عيله ولا عنوان ولا حتى سجل عمل. فلورا بتقول له مش معنى ان هو يتيم يبقى شخص وحش، وممكن يكون كان محرج يقول الحقيقه فاخترع قصه عيلته. فستيف بيقول لها انا مش هسيب ولد زي ده يتحكم في بنتي. وبعدها بيروح عند مدرسه بنته وبيشوف ديفيد داخل بعربيته وبيروح وراه وبيقول له عايز اتكلم معاك دقيقه على انفراد. وبيقول له انا جاي اقول لك انك لازم تبعد عن نيكول، وانت شكلك ذكي وفاهم قصدي من الاول، ولو ما عملتش كده هتحط نفسك في مشاكل كبيره مش هتعرف تخرج منها. فديفيد بيقول له اهدى كده يا عم الحاج لحسن الضغط يعلى عليك، وانا عارف انك بتغير مني عشان نيكول بتحبني اكتر منك، لان انت كل اللي همك في حياتك هو شغلك وبس، ومفيش حد بيراعي مشاعر نيكول دلوقتي غيري. وستيف بيهدده انه لو ما بعدش عن عيلته هيدمر حياته. وبعدها بيسيبه وبيمشي، وديفيد بيتعصب وبيفضل يضرب على صدره. وبعدها ستيف بيروح لمحامي عشان يلاقي طريقه يسجن بيها ديفيد، وصاحبه المحامي بيقول له انا هعمل كام مكالمه وهشوف الموضوع. ونيكول بترجع البيت وبتروح تتخانق مع ابوها وبتقول له انا ما كنتش اعرف انك منافق للدرجه دي، وكنت بتتكلم على ديفيد لما ضرب جيري ودلوقتي بتعمل زيه. وبتقول له انا شفت الكدمات على صدر ديفيد وعرفت انك ضربته. وابوها بيكون مصدوم ومش فاهم حاجه وبيخرج وراها عشان يلحقها، بس بيلاقيها ركبت مع ديفيد وما بيلحقش يروح وراهم بالعربيه، وبيتصل بصاحبه المحامي وبيقول له على اللي حصل. فصاحبه بيقول له طالما هي عملت كده بارادتها يبقى ما نقدرش نعمل له حاجه. فستيف بيقول له دي عندها 16 سنه يعني لسه صغيره. وبعدها ديفيد بيوصل نيكول لبيتها وبيقول لها انت متاكده انك عايزه ترجعي البيت؟ فبتقول له انا لو ما رجعتش ابويا ممكن يقتلني. وبعد ما نيكول بتنزل من عربيته بتغير رايها وبتقرر تروح لديفيد، واول ما بتوصل لبيته بتشوف مارجو صاحبتها مع لوجان
لوجان، وبتتصدم اول ما بتشوف ديفيد بيتحرش بيها وبتعرف ان هو على علاقة بيها، وبتجري بسرعة وبترجع لبيتها. وابوها لما بيصحى بيلاقي ورقة متعلقة على الباب مكتوب فيها ان هو كان عنده حق، وبنته بتعتذر له على اللي هي عملته. ولما بيروح يتكلم معاها بتقول له مش عايز افتح الموضوع ده تاني. وبعدها بتروح المدرسة وبتقعد مع جيري، وفجأة بيجي ديفيد وبيحط ايده على عينيها، فبتزعق فيه وبتقول له ابعد عني واوعى تلمسني تاني. وجيري بيروح يقف قدامه عشان يسيبها تمشي. ومارجو بتروح لنيكول البيت، لكن نيكول بتكون قرفانة منها وبتقول لها انا مش فاضية دلوقتي، بلعب مع اخويا الصغير. ومارجو بتستغرب من طريقة كلامها معاها وبتخرج تكلمها بره. فنيكول بتقول لها انت ازاي قادرة تتكلمي معايا كده بكل برود بعد اللي حصل؟ وكمان انا بقتش عارفة انت مين بالظبط. ومارجو بتقول لها انا مش فاهمة انت بتتكلمي عن ايه بالظبط. وبتتصدم اول ما بتعرف ان نيكول عرفت اللي حصل بينها وبين ديفيد. فمارجو بتقول لها انا كنت سكرانة وهو اللي غصب عليا اعمل كده. وبتفضل تعيط وبتقول لها انا ماليش حد غيرك، انتي صاحبتي الوحيده. وابوها بيشوف اللي حصل من الكاميرا وبيعرف ان في حاجه غلط. وبعدها بنشوف ديفيد بيروح ورا مارجو بالعربيه وبيجري وراها، وبتحاول تهرب منه بس هو بيقفل عليها الطريق. وبيقول لها انتي قلتي ايه لنيكول بالظبط؟ وبيفضل يضرب فيها وهي بتفضل تعيط وبتقول له انا ما قلتش حاجه، هي عرفت لوحدها. وديفيد بيقول لها لو ما صلحتيش الموضوع ده انا هقتلك. وبعدها بيروح يخبط على نيكول، وابوها هو اللي بيفتح وبيقول له انا عايز اعتذر لنيكول على اللي حصل، وعايزكم تدوني فرصه اشرح لكم اللي حصل بالظبط. وستيف بيقول له انا مش مهتم اعرف ايه اللي حصل بينكم، انا كل اللي مهتم بيه انك تبعد عن بنتي، وهعمل اي حاجه عشان ده يحصل. وبيقفل الباب في وشه. وبعدها ديفيد بيرجع البيت وبيحفر اسم نيكول على جسمه. وتاني يوم ابوها بيوصلها المدرسه وبيقول لها انا كلمت الامن عشان لو الولد ده جه المدرسه تاني. ونيكول بتقول له ما تقلقش الموضوع خلاص انتهى. ونيكول بتقابل جيري وهي داخله، وديفيد بيكون واقف بعيد وبيشوفهم مع بعض وبيستناهم لما يخرجوا من المدرسه، وبيروح ورا جيري في الغابه. وجيري بيخاف اول ما بيشوفه ظهر قدامه، وبيفضل ديفيد يتكلم معاه طول الطريق وجاري مش عارف يقول له ايه. وبعدها بيجري بسرعه وديفيد بيجري وراه لحد ما بيوقعه وبيضربه. وستيف بيكون خارج من الشغل وبيلاقي عربيته متكسره في الجراج، وبيلاقي ورقه مكتوبه من ديفيد موجوده على ازاز العربيه. وديفيد بيكون مراقب نيكول وبيشوفها قاعده مع لورا واخوها. وستيف بيحاول يتصل بيهم ومحدش بيرد، وبيحاول يتصل باي حد عشان يوصل لهم. وديفيد بيدخل ورا نيكول الحمام، واول ما بتشوفه بتصرخ لكنه بيكتم بقها وبيقول لها ارجوكي اسمعيني دقيقه. وبيحاول يتحرش بيها وبيقول لها ابوكي بيكرهك وانا الوحيد اللي بحبك. وستيف بيروح بيت ديفيد وبيكسر الباب وبيدخل، وبيطلع يدور على اوضته، وبيتصدم اول ما بيدخلها لانه بيلاقيه سارق حاجات من بيتهم وصور وحاططها عنده. وديفيد بيرجع هو واصحابه البيت وبيلاقوا الباب مفتوح، وبيلاقوا البيت متكسر والصور اللي على الحيطه متقطعه. وديفيد بيقول لاصحابه انا عارف مين اللي عمل كده، وبيقرر انه يروح بيت نيكول هو واصحابه. ومارجو بتروح بيت نيكول وبتخبط عليهم وهي بتعيط وبتقول لهم انهم لقوا جثه جيري في الغابه مقتول من كتر الضرب. واصحاب ديفيد بيوصلوا البيت وبينادوا على الكلب، وفجاه توبي بيلاقي راس الكلب بتاعه وقعت من شباك الباب. وبيعرفوا ان ديفيد واصحابه بره وبيحاولوا يطلبوا البوليس، بس اصحاب ديفيد بيكونوا قطعوا كل اسلاك الانذار والتليفونات من البيت. وستيف بيلاقيهم بيكسروا الابواب والشبابيك من كل حته، فبيقول لعيلته روحوا الاوضه واقفلوا على نفسكم. وبيقفل نور البيت كله وبيحط التلاجة ناحيه الباب عشان محدش يدخل. ونيكول بتلاقي حد عند شباك الاوضه وبتوقعه من فوق، وحارس الامن اللي في المكان بيحس ان في حاجه بتحصل عند البيت. ولما بيوصل البيت بيشوف ديفيد وصاحبه وبيهددهم بالمسدس. وستيف بيطلع يضرب فيهم هما الاتنين، بس صاحبهم التالت بيكون معاه مسدس وبيقتل الحارس، والتاني بيهجم على ستيف وبيفضل يضرب فيه. ونيكول بتشوفهم وهم جايين ومكتفين ابوها، وبيقولوا لورا تفتح الباب بدل ما يقتلوا جوزها، وبتضطر تفتح الباب ويخشوا يكتفوهم هما الاتنين. وتوبي بيهرب من الشباك وبيخرج بره، ولوجان بيخش اوضه نيكول وبيهجم عليها هي ومارجو. وتوبي بيوصل الجراج وبيشغل العربيه وبيدوس صاحبهم التالت، وبيتصل بالبوليس من تليفون العربيه. وديفيد بيدخل يقتل لوجان علشان بيهجم على نيكول وبيهددها لو ما جاتش معاه هيقتل ابوها. وتوبي بيكون جنب مفاتيح الكلبشات من جيب الحارس، ولورا بتفك كلبشات ستيف بسرعه، فبيقوم ستيف يهجم على ديفيد وبيحاول يقتله. ونيكول بتغرس خشبه في ظهر ديفيد، وستيف بيمسكه وبيرميه من فوق فبيقع على الصخور وبيموت. وبكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام. الملخصات بتاعتها.